أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا رب بلغه منا السلام وجازه عنا خير ما جازيت نبيا ورسولا على أمته. اللهم ارزقنا الإخلاص يا أرحم الراحمين. أقول وبالله التوفيق. العمل مع الله لا يشترط فيه أن تصل إلى الهدف أيها المؤمن، ولكن يكفيك أن تموت وأنت تعمل في هذا الطريق. بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة إلى يثرب لم يتبقى في مكة إلا عددا قليلا من المسلمين لم يهاجروا لمرضهم أو لكبر سنهم. وكان من بين هؤلاء الصحابة الذين حبسهم المرض وكبر السن الصحابي الجليل ذمرة بن جندب رضي الله عنه. لم يستطع أن يتحمل مشقة السفر وحرارة الصحراء، فظل في مكة مرغما، ولكنه رضي الله عنه لم يتحمل البقاء بين ظهراني المشركين، فقرر أن يتحامل على نفسه ويتجاهل مرضه وسنه المتقدم. وبالفعل خرج ضمر بن جندب رحمه الله وتوجه إلى يثرب، وأثناء سيره في الطريق اشتد عليه المرض فأدرك أنه الموت، إنه لن يستطيع الوصول فوقف رحمة الله وضرب كف على كف، وهو يضرب الكف الأول: اللهم هذه بيعتي لك، ثم قال وهو يضرب الثانية: اللهم هذه بيعتي لنبيك، ثم سقط ميتا رحمة الله عليه. فنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما حدث لضمر ابن جندب. ثم نزل قول الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة واخبرهم بشأن ضمرة، وقال حديثه الشهير الذي هو أول حديث في الصحاح في صحيح البخاري والأربعين النووية: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فحاز ضمرة شرفا ثم لم يحزه غيره، بأن نزل فيه قرآن وسنة رغم كونه لم يصل إلى المدينة. الطريق إلى الله عز وجل نقول لا يشترط أن تصل إلى آخره أيها المؤمن، المهم أن تموت وأنت فيه. العمل مع الله لا يشترط فيه أن تصل لهدف معين للهدف، ولكن يكفيك أن تموت وأنت تعمل وتسير في الطريق إليه ما دامت نيتك لله عز وجل. خطابي الآن إلى من هو معي في هذه الغربة: إن ميقاتك أيها المؤمن أيها المغترب المكان الذي نزلت فيه أول يوم قدمت إليه إلى هذا البلد مهاجرا، فاذهب إلى نفس المكان وجدد بيعتك مع الله عز وجل ورسوله، وعاهد الله أن تسير في الطريق العمل للإسلام وفي الإسلام وبالإسلام إلى أن يدركك الموت. حافظوا على مسيرتكم أيها المؤمنون إلى الله عز وجل، فالقلوب ضعيفة والفتن خطافة. اللهم سير قلوبنا إلى طاعتك واحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.